خالد رشيد ناحية اليسار سامي ومصطفى معاه وسامي داخل مرة 18 راح يلعبها سامي وترجع مرة ثانية. سامي لعبها صح لكن تنقطع ترجع مرة ثانية ويسار وتوصل سامي يمر الكرة داخل مثلثات النقل ومحاولة للنصر الآخر. سامي جابر لاعب كرة صحيحة للمسعري ولكن لم تكن هناك إعاقة متعمدة من لاعبي النصر في الكرة. كرة لعب سامي جابر. سامي بيحاول يعدي يمر وتنقطع منها. حسين هادي فيكتور بيحاول يعدي لكن في تغطية عليه تنقطع. سامي ناحية اليسار وانطلاقه بيحاول يعدي ويمر ناحية اليسار ومعاه حسين يمرر. سامي جابر بيحاول يعدي. سامي يعدي خطأ. يعدي ولكن خطأ. هذه الإعادة سامي الجابر غطي معاه محسن حارثي من البداية. اندفاع بين ودوخي يحاول يمرر وبصير جابر بصير سامي بيحاول يعدي سامي الجابر داخل الرزاق محاولة ويمر داخل مسافة النقل واللعب كرة خطر ترجع مرة ثانية. سامي الجابر راح يمرر دوخي ينطلق كرة ناحية اليسار سامي على محسن حارثي. بطاقة يبدو بطاقة صح بطاقة على محسن حارثي. هذه الإعادة سامي الجابر والله إعاقة متعمدة وواضحة ما كان في لها داعي. طبعا لا زال النصر ضاغط لكن أخف من الانقطاع اللي بدأ في الشوط الثاني وخاصة لما عنده تسجيل هدف الوحيد. وبالتالي محاولة الهلال الهجمات المرتدة سريان يلعب ناحية اليسار سامي الجابر جول. الجول الثالث سامي الجابر. كرة مرتدة خطرة والله ذكي سريان وبعد ذكي سريان لعب كرة حلوة للجابر والجابر جول في الدقيقة 40. شوف لعب جول خلاص جول للجابر والهلال. شوف تمريرة رائعة جدا وكرة صحيحة 100% وملعوبة والله كرة ذكية جدا ومن خلال الاندفاع النصراوي والكرات النصراوية. شوف سريان لما لعب سريان وصل الفريق خط الوسط صح انه يمكن نقول اللياقة ما تملك كل شيء لكن الخبرة المباريات هذه ايضا تحتاج عامل خبرة خاصة في حال تقدمه الجابر مرة ثانية والجابر يعدي راح ينقلها تنقل وتبعد مرة ثانية الى الهلال خارج ارض الملعب. هل للمباراة النهائية عند صفر حكم المباراة يتأهل مع الاتحاد. راح نشوف والله مباراة قمة كرة اللعب. يعني إذا التقى الهلال والاتحاد على النهائي فهي قمة القمم جماهيريا وفنيا. الهلال شكرا للمخرج يحيى عسيري وإلى أن ألقاكم إن شاء الله في مباراة قادمة وفي مناسبة قادمة. أستودعكم الله.